ازاي تعرفي ان ابنك محتاج جلسات التخاطب؟ لما يوصل لسن السنتين ويكون لسه ما بيتكلمش، او لما تلاقي عمره اللغوي اقل من عمره الزمني، يعني تلاقي ابنك بيتكلم عدد كلمات ومفردات اقل بكتير من اللي في سنه، او لما تلاقي ابنك مش قادر يعبر عن رغباته واحتياجاته بشكل كويس، ومش قادر يفهم الاوامر اللي بتطلب منه ومش قادر ينفذها، او لما تلاقي ابنك بيكرر الكلام او بيهمهم مع نفسه بكلمات غير مفهومة، أو لو لاحظتي إن ابنك مش قادر يفهم مفاهيم زي فوق وتحت وحروف الجر زي في وعلى ومش عارف يستخدمهم إزاي، أو لو كانت الحروف بتطلع بشكل غلط وكمان بيقول كلام كتير وغير مفهوم، أو لو كان مش قادر يحكي أي قصة أو يحكي أي حاجة حصلت في يومه بشكل كويس، أو لو كان مش قادر يميز بين المفرد والجمع، أو لو كان عنده تهتهة في الكلام، أو لو كان بيتكلم كلمات قليلة جدا وغير مناسبة لعمره، أو لو كان مش قادر يميز بين الضماير في الجملة ومش عارف يستخدمهم إزاي، أو لو كان مش قادر يفهم سؤالك ومش عارف يجاوب على الأسئلة اللي بتبدأ بمين وإمتى وإزاي. وأخيرا، الحاجات دي بنبدأ نلاحظها على طفلنا غالبا بداية من عمر السنتين للأربع سنوات، فلاحظوا أطفالكم كويس عشان كل ما كانت جلسات التخاطب بدري كل ما كانت نتيجتها أفضل.